السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يوسف عبد الرحيم من قناة بوزيتيف انرجي. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. بتاريخ 17/3/2024 من هذه السنة أكون أتممت عامي ال21. طيب، هو بالنسبة لناس كتير العمر ده عمر صغير كده كده، ولكن أنا بالنسبة لي بالأحداث اللي أنا شفتها والمواقف الكتير حاسس إن العمر ده كبير جدا، وبجد بجد أنا حاسس إن هو كبير جدا. تجارب كتير، أحداث كتير محسساني إن العمر ده كبير. فالحمد لله على كل شيء، ولكن ده مش موضوعنا، واكيد مش جاي احتفل بعيد ميلادي هنا. يعني موضوع النهارده تعالى اقول لك على 5 حاجات اتعلمتهم في السن الصغير ده بالنسبه لناس كتير، بس بالنسبه لي كبير قوي، وفرقوا معايا جدا وفرقوا معايا في تفكيري جدا. ولو انت اصغر مني او اكبر مني، ال5 حاجات دول هيفرقوا معاك جدا، وخصوصا لو ما كنتش بتطبقهم في حياتك وابتديت تطبقهم، صدقني. يلا بينا. اول حاجه وبقعد اقولها في فيديوهات كتير وانا مش شايف ان هي حاجه ما ينفع ما تعملهاش، هي قرب من ربنا. قرب من ربنا على قد ما تقدر وهات اخرك. ليه قرب من ربنا؟ علشان انت لازم تشوف ان الدنيا دي ما الا انت بتيجي تقدم رساله في الدنيا وتطلع تاني لربنا. مهما قعدت في الدنيا دي 10 سنين، 15 سنه، 60 سنه، 70، 80، ايا كان عمرك، انت ما بتنزل بتقدم رساله وبتطلع تعيش عمرك الحقيقي او حياتك الحقيقيه فوق فوق عند اللي خلقك. اوعى تفكر ان القرب من ربنا حاجه سهله كده، لا بالعكس، حاجه صعبه جدا، وعشان تنالها لازم تبذل مجهود كتير عشان توصل للمكانه دي. بس صدقني الاكيد ان القرب من ربنا مش هيعزلك عن العالم، بالعكس ده هينور حياتك جدا وهيغير حياتك 180 درجه، وهيعرفك انت عايز ايه من الدنيا دي. وخليك عارف، طول ما انت قريب من ربنا عمرك ما هتضل عن الطريق ابدا. وزي ما قلت لك ان القرب من ربنا صعب، فالقرب من ربنا نعمه بجد، فعشان كده انت لازم تبذل مجهود عشان تقرب من ربنا. وليه بقول لك ان هي نعمه؟ عشان عمرك شفت حد قريب من ربنا وماشي غلط؟ طب شفت حد قريب من ربنا ومخنوق؟ طب شفت حد قريب من ربنا وحياته متكعبله وبايظه ومش عارف يعمل ايه؟ اكيد لا. ولو مثلا لقيت حد فيه الصوره دي، فهو ممكن ما يكونش قريب من ربنا بالصوره الكافيه ان هو تخليه لما تقع عليه مصيبه او يقع عليه مشكله يعرف يترجم الرسالة دي من ربنا عاملة ازاي. وصدقني لو عرفت تقرب من ربنا وتحبه وتبذل أقصى ما عندك وتجيب آخرك، عمرك ما هتعاني في الدنيا القصيرة دي. وخليك عارف الآية دي، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تاني حاجة وتحسها غريبة شوية، حب نفسك على قد ما تقدر، حب نفسك قوي، ومحدش يجي يقول لي ايه يا عم النرجسيه دي. اهدى بس، خليني اقول لك مثل كده يفهمك الدنيا. الناس اللي بتلبس نظارات، ومع عذر الناس اللي بتلبس نظارات، انا بلبس نظاره انا كمان. الناس اللي بتلبس نظارات عمره ما بيلبس النضاره وهي متوسخه وبايظه وعليها مسكان ايدين وكده، هو لازم يكون ماسحها كويس عشان يعرف يشوف. فعمر ما هتكون النضاره مش نظيفه ويقوم لابسها وماشي ويكون شايف الناس كويسه، عمره وما يخبطش في حاجه ولا يقع ولا يتكعبل. هو لازم يمسح النضاره كويس قوي وينضفها كويس جدا عشان لما يجي يلبسها يبتدي يشوف الرؤيه واضحه، وساعتها هيعرف يشوف الحاجه كويسه وحلوه. فهمتني؟ لا معلش، مش اكيد مش هرميها، فخلينا نرجع النضاره مكانها. طيب يا رب تكون فهمت قصدي من المثل ده، ان انت عمرك ما هتشوف الدنيا كويسه، ولا عمرك هتعرف تحب الناس ولا الدنيا دي ولا اي حاجه فيها غير وانت بتحب نفسك قوي، عشان انت بتشوف العالم ده كله والدنيا دي كلها والناس دي كلها بعينيك انت وروحك انت. ولو نفسك وروحك دي مش نضيفه من جوه او مش كويسه، عمرك ما هتعرف تشوف الناس كويسه ولا العالم ده كويس ولا تحب الدنيا ولا تحب الناس ولا تحب نفسك اساسا. فحب نفسك قوي، ساعتها هتعرف تحب الدنيا والناس. وحاجه كمان، عامل نفسك بلطف جدا، وخلي بالك من نفسك وما تشوههاش بمشاكل الدنيا، وما تشوههاش بمشاكل الدنيا. ده هيبقى ليها فيديو منفصل، فاشترك في القناه عشان يوصلك ايه الفيديوهات الجديده كلها. تالت حاجه حاول اعملها في الفتره دي او اتعلمها او اكتسبها، هي القراءة. خليك دايما جعان قراءة، وما أدراك ما القراءة وجمال القراءة. مهما كانت ظروفك وحياتك ودنيتك اوعى تبطل تقرا. القراءة عالم وحياة تانية بتعيشها. أول ما بتفتح الكتاب ده بتخش في حياة جديدة وتجارب جديدة بتعيشها أنت بنفسك. أنت مش بتقرا خلاص، أنت بتقرا تجارب ناس تانية، حياة تانية، معلومات جديدة، تجارب جديدة بتوسع آفاق مخك وبتغير نظرتك للحياة. فالقراءة من أهم الحاجات اللي لازم تكون في حياتك. ما تعديش أيا كان السن اللي أنت فيه لو ما كنتش بتقرا غير إن أنت تتعلم تقرا. وهتلاقيني عامل تحت فيديو عن عادة القراءة وإزاي تكتسبها. بعد ما تخلص الفيديو ده يبقى انزل بص على الفيديو تحت. فلازم يكون في حياتك عادة القراءة، وما تقراش ان الناس بتحبه او الناس اللي بترشحه. اقرا الحاجه اللي انت شغوف بيها وبتحبها عشان تعرف تكتسب العاده دي وعشان تعرف تقرا. وبعد كده بعد ما تكون متمارس في القرايه يبقى بقى ممكن تقرا كتاب بقى حد مرجحه، كتب الناس بتقول الكتب دي كويسه. اما في الاول اقرا الكتب اللي انت بتحبها او شغوف بيها في المجال اللي انت فيه. رابع حاجه
حب ما تعمل كي تعمل ما تحب. ودي مش حكمة اليوم اللي بتسمعها في الإذاعة المدرسية ولا بوست على النازل على الفيس، دي حقيقة بجد ولازم تعيشها. سواء كنت طالب ابتدائي إعدادي جامعي ثانوي لازم تحب اللي انت فيه، سواء كنت شغال ايه او مطحون ازاي برضه لازم تحب اللي انت فيه، ومش تحبه بس، ده انت كمان ترضى بيه عشان توصل للي انت عايزه، عشان انت عمرك ما هتوصل لحاجة لو ما حبيتش اللي انت بتعمله ايا كان ايه هو. تعال اديك مثال كده، واحد بيحب التصوير وشغال في شركة، هيقوم سايب الشركة وراح متجه لمجال التصوير، دخل مجال التصوير لان هو محتاج كاميرا ومحتاج معدات ومحتاج، خلاص هو ساب شغله. طب انت عرفت تصور او جريت ورا الحاجه اللي انت بتحبها؟ ما عرفتش. فانت لو ما حبيتش اللي انت فيه ده ورضيت بيه لحد ما تقف على رجليك واللي انت بتحبه تعرف توصل له، لازم تعدي على مرحله ان انت تشتغل او تعمل حاجه انت ما بتحبهاش. عشان صدقني يا صديقي، عمر ما حاجه هتجيلك على طبق من الذهب، لازم تعافر شويه في حاجات انت ما بتحبهاش عشان توصل للي انت بتحبه. فهي دي مقوله حب ما تعمل كي تعمل ما تحب. فلازم تحب اللي انت بتعمله عشان توصل للي انت عايزه، عشان لو ما عملتش كده مش هتوصل ولا هنا ولا هتوصل هنا. خامس حاجة وآخر حاجة إن شاء الله، اتخاذ القرار. وعلى فكرة هي كلمتين وخلاص، اتخاذ القرار، بس دي من أصعب الحاجات اللي موجودة في حياتك عموما، وخصوصا بقى في الفترة اللي احنا فيها دي اللي هي من فترة 15 ل 25 سنة. وعلى الرغم من صغر السن وقلة الخبرة، إلا دي أكتر فترة في حياتك أنت بتاخد فيها قرارات مصيرية، حرفيا ممكن تنقل حياتك من مكان لمكان تاني خالص أنت ما كنتش متخيله. وأكتر القرارات المصيرية بتبقى في الفترة دي. ومن ضمن القرارات دي زي قرار إن أنت تخش ثانوي ولا ما تخش الثانوي، زي تخش كلية إيه وما تخشش كلية إيه، زي قرار إن أنت تشرب سجاير ولا ما تشرب سجاير في حياتك، زي قرار إن أنت عايز من حياتك دي إيه ولا عايز تبقى فين بعدين. ولو أنت مفكر إن اتخاذ القرار ده حاجة سهلة وإن أنت تقعد تتشاور فيها وخلاص كده، فلا، أحب أقول لك إن دي حاجة من أصعب الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك، إن أنت تعرف تتخذ قرارات في حياتك ذات نفسها، مش في حياة حد كمان، إن أنت تعرف تتخذ قرارات في حياتك. ومن أصعب الحاجات اللي تلاقيها في شخصية حد وبتبقى فيها قصور جدا في جميع الشخصيات، إن هو حد بيعرف يتخذ قرار في حياته أيا كان القرار ده صح ولا غلط، بس إن هو عنده القدرة إن هو يقول أنا هعمل كذا بنفسه. فعشان كده إن شاء الله هنعمله فيديو عن عادة اتخاذ القرار، وهو هتبقى عادة من سلسلة عادات تغير حياتك، إزاي تتخذ قرار في حياتك. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتشترك عشان لما ينزل برضه الفيديو تشوفه بإذن الله. الفترة الجاية في شوية فيديوهات حلوة. وكده يبقى احنا خلصنا أهم 5 قرارات حرفيا هيغيروا لك حياتك، ولو أنت ما كنتش بتعملهم هينقلوك نقلة فظيعة، وهتبقى قرارات مصيرية في حياتك بجد. يعني ممكن نقوله حاجة أخيرة كده تبقى الستة مثلا بتاعتهم، أو اعتبرها مثلا نصيحة أخيرة: العب رياضة. العب رياضة بجد الفترة دي. انت لو لعبت رياضة، غير ان جسمك هيبقى حلو وغير ان انت تبقى قوي وغير الكلام ده كله، بجد الواحد مش منتظم في الرياضة، بس على الأقل الشهر اللي بروح فيه الجيم، ولا مثلا الشهر اللي بنزل ألعب فيه مثلا مرتين 3 كورة، أيا كان اللي بعمله، أو الحركة أو المشي أو الجري، بيفرق حرفيا في النفسيه. اليوم ده انت بتبقى مروح مبسوط، يعني حاسس ان انت مخلص اللي وراك قوي، يعني طبعا بجانب الصلوات وبجانب مثلا الكليه ولا دراستك او شغلك، وتقوم مديها واحده رياضه كده، ايا كان ايه الرياضه اللي انت بتعملها، بتحس ان انت ده اليوم المثالي، ده اليوم التمام، ده اليوم اللي تعرف تديه في حياتك 10 من 10 بجد. وبس كده يا صديقي، ولو وصلت هنا ما تنساش برضو، زي للاسف يعني بنقولها كتير دلوقتي عشان اليوتيوب يحبنا، تعمل لايك وتشترك في القناه، وما تنساش تقول لنا رايك تحت في الكومنتات في الفيديو وفي الحاجات اللي احنا قلناها. وبرضو لو عندك خبره ممكن حاجه تقولها في السن ده وتبقى حلوه، حابب اشوفها تحت في الكومنتات. وبس كده، استنونا بإذن الله فيديوهات جاية على خير. يلا سلام.